سبعينيات القرن الماضي بعد استقلال الجزائر لم تكن أجهزة التلفاز قد انتشرت على نطاق واسع، فمن بين 10 منازل يوجد تلفاز واحد. فكان الراديو المتحدث الرسمي لكل الناس في تلك الفترة. في هذا الوقت كان هناك طفل عشق الرياضة وتعلق بها، فتدرب ولعب مع أهم الفرق الجزائرية، لكنه في النهاية اختار أن يكون الصوت. لم أحضر مباراة اليوم، هو امتداد لتحضيرات متواصلة. من خلال تعليقه: دانيال كاليجيوري يفتح مجال التسجيل بقوة، يلعب بقوة. وكتبه التي ألفها والتي قد لا يعلم أحد عنها شيئا. إنه حياكم الله حفيظ دراجي. في 7 أكتوبر عام 1964 ولد الطفل حفيظ دراجي بالجزائر، ومنذ صغره كان يعشق تقليد أصوات المعلقين على المباريات. ولم تكن مصادفة أنه ولد بين أفراد عائلة مكونة من 11 فردا وكأنهم فريق، فكانت أعباء الحياة ثقيلة للغاية على والده. سريعا كبر الولد وخلع عباءة التقليد، وأثبت جدارته وموهبته ليسجل باسمه بصمة صوتية جديدة. بغداد رياض من هنالك، رياض يا بغداد، جول جول. يقلدها كثيرون اليوم من المحيط إلى الخليج. وكومون الكرة من كومون. حسنا مشاهدنا الفاضل في كل مكان. لكن دراجي لم يبدأ من التعليق مباشرة، بل مارس في بداياته كرة السلة، رغم أنه كان قصير القامة في طفولته، واستمر في لعبها لمدة 5 سنوات. بعد أن اشتد عوده وزاد طوله، مارس كرة القدم وتنقل بين 7 نواد في بداية مشواره، وكان أشهر ناد لعب به نادي مولودية بالجزائر. لكن وفي نهاية ثمانينيات القرن الماضي اتخذ حفيظ دراجي أهم قرار في حياته بترك الرياضة والتركيز في الإعلام الذي بدأ في دراسته بعد تخرجه. عمل حفيظ دراجي في التلفزيون العمومي بالجزائر بعد أن هجر كرة القدم لاعبا، ولمدة 2 عمل متعاونا دون أن يحصل على أي راتب. كان دراجي يعرف ما يريد ويسير إليه، وعندما حصل على أول راتب له منح أكثر من ثلثيه لأبيه. تدرج الشاب الذي كان قد حصل على بكالوريوس الآداب عام 1984 في حب الإذاعة الرياضية، فكان ذكيا جدا باختياره الإعلام الرياضي وهو في 23 من عمره، وتوقف نهائيا عن ممارسته لكرة القدم. لكن العجيب أن دراجي منح الإعلام الرياضي قيمة مضافة ليصير مديرا للأخبار عموما بسبب تميزه الكبير. عمل لمدة 19 عاما في التلفزيون الجزائري ما بين برامج سياسية ورياضية، وفي عام 2008 انضم لبي إن سبورت وذاع صيته ولمع نجمه. خلال هذه الرحلة علق حفيظ دراجي على ما يقارب 600 مباراة في كرة القدم، محلية وقارية ودولية، بما في ذلك تغطيتها كأس العالم لكرة القدم، ألعاب أولمبية، ألعاب إفريقية، ألعاب عربية، نهائيات كأس الأمم الإفريقية. خطيرة بالراس وقد كان السر في هذه النقلات الواسعة يكمن في بدايته. عندما عمل بالتلفزيون العمومي التحق به وهو إعلامي رياضي، فلم يكن وقتها هناك تخصصات مختلفة لكي يختار من بينها. ومن بعد عمله لمدة 7 سنوات بالتلفزيون الجزائري تقلد عدة مناصب صعودا إلى أن أصبح مديرا عاما مساعدا في التلفزيون الجزائري. فلم يكن تعليقه مجرد كلام يعلو في الاستديوهات وضجيجه الذي يصل إلى الساحات الخضراء شيئا عاديا، إنما كان من أجل المتعة والثقافة وتزويد المتابعين بمعلومات كروية يأسر بها قلوبهم. كرة أولى صعبة لعناصر ليفرتيرا، بابا بابا وجول بابا. ما بين حنجرة ذهبية وقلم من ماس دون دراجي مؤلفاته من عام 2012 كتاب لا ملك ولا شيطان، وفي 2020 كتاب في ملعب السياسة.
والآن هو بصدد أن ينهي مؤلفه الأخير لم أغادر بلدي، فجمع بين صوته وقلمه وتميز فيهما وصنع لنفسه بصمة خاصة. إذا كنت من محبي حفيظ دراجي اترك في التعليقات أشهر عبارة له علقت بذهنك. وإلى لقاء قريب مع جوك، حيث المعرفة متعة.